ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ اتمنى ان تكونوا كلكم دايما بصحه وبخير وبسعاده. طبعا دوت فيديو بتاع الاسئله اللي انا وعدتكم بيه. اللي ما يعرفش ان انا الفيديو الاخير قلت ان انا اول ما هعمل بوست للفيديو هنزل ستوري على الانستجرام في نفس الوقت. هيكون الستوري دي هلم فيها الاسئله بتاعتكم، الاسئله دي هرد عليها هنا. ولو انت مش متابعني تابعني على الانستجرام، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. ان شاء الله كل جمعه هاخد الاسئله بتاعتكم وهرد عليها. لكن على الاغلب هيبقى دوت اخر فيديو كيو ان اي او اخر فيديو اسئله، لان يعني ما شاء الله جالي حوالي 200 سؤال او 210، فطبعا مش هعرف ارد عليهم كلهم، يعني بعتذر. فيبقى على الاغلب كل جمعه هرد على الاسئله بتاعتكم في الستوريز، هرد في فيديو، او ممكن ان شاء الله يعني لما نوصل ل 1000 فولور او حاجه اطلع لايف. وان شاء الله يعني هكون قايل قبليها مثلا بيوم او بيومين، واللايف دوت هرد على كل الاسئله بتاعتكم فيه مباشره، وهستفيد جدا جدا جدا. لان طبعا انا لو برضه استفدت دلوقتي حالا الفيديو ممكن يوصل لساعه ونص، يعني مرتاح جدا. فللاسف هرد يعني هدي المفيد وهدي الخلاصه، لكن مش عارف استفيد جدا بتفاصيل. وطبعا يعني لما اجاوب على سؤال بيبقى كل واحد ليه مثلا سؤال بقى مترتب على السؤال دوت. يعني حتى لو انا اديت اجابه، في حد طبعا بيسال في الاجابه، دوت طبيعي جدا. فيعني هيبقى الموضوع بالتفصيل اكتر من هنا ورايح على الانستجرام نفسه اكتر من على اليوتيوب. فهخلي اليوتيوب فيديوهات، هيبقى مثلا فيديو كل اسبوع او كل اسبوعين. هتكون يعني فيديوهات عموما. لكن الاسئله من بعد كده هتبقى على الانستجرام وبس. تمام؟ فلو مش متابعني انزل تابعني دلوقتي حالا، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول واحد معانا يوسف صابر، بيقول كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا جو، ربنا يعود علينا الايام دايما بخير وبصحه وبسعاده. وليد بيقول انا معايا مبلغ في الحساب المغلق، بقدر اشتغل واصرف على حالي، وشوف في مهنه اتعلمها قبل ما اسافر هتفيدني. بص يا وليد، لو انت عايز حاجه تشتغل بيها هنا في المانيا، فطبعا رقم واحد اللغه. رقم اتنين حاجه بقى سوفت سكيل. سوفت سكيل يعني حاجه زي مثلا اكسل، تمام، تبقى كويس جدا في حاجه اللي هو عشان الداتا انتري او كده. تمام، يعني الحاجه دي لقيتها كتير جدا الفتره اللي فاتت. محتاجين حد دايما يبقى كويس في الحاجات بتاعت مايكروسوفت، تمام، كلها. اي برنامج مايكروسوفت تبقى كويس فيه، وخاصه الاكسل. لكن طبعا معاه دايما دايما بلاقي ان اي شغلانه زي كده محتاجه داتا انتري، محتاجين لغه، ومحتاجين كمان مستوى محترم من اللغه، عشان طبعا انت بتتعامل مع داتا وبيانات بتاعت عملاء او غيره. فلازم طبعا انت تعرف تتكلم الماني علشان تعرف تفنط الداتا ديت لما تيجي تدخلها على الاكسل او غيره. دي حاجه لقيتها جدا الفتره اللي فاتت، ولقيت كمان الارقام بتاعتها محترمه جدا. يعني لقيتها مثلا 15.5 يورو، 16.5 يورو، وانت يعني لا مش وانت طالع بس كده، على الاغلب يعني بتبتدي مثلا من اول 14 لحد 15 ونص. ده طبعا رقم كويس جدا، غير طبعا انت بتشتغل على اللابتوب بتاعك فاهم، مش شغل بدني او غيره، فدي حاجه كويسه جدا. دي طبعا حاجه من الحاجات. احنا ممكن مثلا اجيب لك 12 13 حاجه، لكن دي يعني الحاجات اللي انا لاحظتها الفتره اللي فاتت. فلو انا مثلا مكانك انا كنت هعمل حاجه زي كده. فاللغه ده رقم واحد. رقم اتنين سوفت سكيل. سوفت سكيل بس سواء كان مثلا ديزاين بقى، مايكروسوفت شي مايكروسوفت اوفيس، اي حاجه بقى من الكلام دوت، كل قصدي البرامج بتاعت مايكروسوفت اوفيس. يعني السؤال اللي بعديه من بولا، بيقول هل الاوس بيلدونج حلو ولا لا؟ لاني كنت عايز اقدم اوس بيلدونج واكمل جامعه بعدها. الاوس بيلدونج هنا مش تعليم عالي، يعني ده مش جامعه، تمام. انت لما تيجي اوس بيلدونج، الاوس بيلدونجز اللي هي فنيه او حرفيه، تمام. فاللي بيجي على اوس بيلدونج مش بيعرف يغير جامعه، لكن لو انت جيت على جامعه ممكن تغير اوس بيلدونج بسهوله في تاني يوم. ففي فرق. السؤال اللي بعديه من ام ماين، بيقول كيف تحصل على سكن طلابي في المانيا؟ رقم واحد، بعد ما يجي لك القبول هتتواصل مع الدورميتري بتاعت الجامعه، يعني تتواصل مع السكن الطلاب بتاع الجامعه، بيبقى ليهم ايميل، هتكتب اسم الجامعه، وبعد كده هتكتب فوينهايم بعديها، تمام. فوينهايم اللي هو سكن الطلاب، او تكتب دورمز او اي حاجه يعني بتدل على سكن الطلاب بتاع الجامعه ديت يعني. ممكن اللينك يظهر لك يعني او من اول ثلاثه كده مثلا في جوجل مثلا، او الرابع او غيره، او ممكن انت تسال الجامعه نفسها تقول لها انا عايز سكن بتاع الجامعه، فادوني الايميل اللي انا هبعت عليه. وبعديها طبعا هتبعت على الايميل، وبتختلف طبعا من سكن جامعه لسكن جامعه تاني. في ناس عادي بيقول لك لا لازم قيد، في ناس ممكن بالقبول عادي جدا، بتختلف. لكن على الاغلب دلوقتي حالا كلها لازم قيد. وبعديها طبعا هتقدم على سكن الجامعه. السؤال اللي بعديه من سكاي، بيقول حضرتك انا خريج تجاره، هل ينفع اقدم على بكالوريوس من غير سنه تحضيريه ويكون بالانجليزي؟ اول حاجه يعني بلاش حضرتك ديت، يعني انا فاهم مش كبير في السن يعني، ومش شرط يعني الاحترام المبالغ فيه ده، فاللي هو عادي يعني اسال يعني، لو قول يا اسطى يعني مش فارقه معايا، تمام. تعرف لو انت خريج تجاره ممكن تقدم على بكالوريوس عادي جدا، وطبعا يعني هتعادل السنه التحضيريه لانك كده كده مخلص يعني، تمام. ممكن بعد طبعا ما تقدم على البكالوريوس تيجي هنا، وانت كده كده معاك شهاده التجاره بتاعتك، ممكن تشتغل بيها اصلا، ممكن تلاقي هنا شغلانه على طول يعني، وتقلب على طول البلو كارد وتشتغل على طول، لو انت طبعا يعني الشغلانه موفيه
الشروط بتاعت البلو كارد. تقريبا للتجاره انت محتاج تقريبا يعني على حسب علمي 55,000 يورو، حاجه في الرينج دوت في السنه طبعا. وطبعا قبل الضرايب، عشان انا عارف في ناس بتقول لي في الشهر. المهم يعني وطبعا برضو ممكن تيجي ماستر وبعد الماستر تقلب تاني. بص، انت مجرد ما انت تحط رجلك في البلد وانت هنا تعليم جامعي اللي هو جاي هنا على جامعه، مجرد ما تحط رجلك في البلد تقدر تسويتش وتعمل اللي انت عايزه هنا في البلد. تمام. تقدر على طول تروح جاي تقلب اوس بيلدونج، لو انت جاي ماستر ممكن تقلب بكالوريوس، لو انت جاي ماستر ومعاك شهاده البكالوريوس بتاعتك ممكن تشتغل بيها. فيعني الناس اللي بيجوا ماستر هنا طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا جدا، لان هو بيبقى فليكسيبل جدا ان هو يعمل حاجات كتير. السؤال اللي بعديه من فليكس بيقول هندسه برمجيات في المانيا ولا امريكا من حيث الشغل في الخليج والفلوس. تمام، اللي انا كده فهمته هندسه برمجيات وبتقارن ما بين المانيا وامريكا والخليج. تمام. بص، المانيا دي خرجه بره المعادله. تمام. المقارنه الحقيقيه هنا ما بين امريكا والخليج، لان انا شايف المانيا هنا، او بالنسبه لي انا على الاقل، هي مجرد خطوه، يعني مجرد اول عتبه في السلمه اللي انت عايز، او في السلالم اللي انت عايز تاخدها. تمام. المانيا هنا لو انت سافرت انت كده ما عملتش حاجه لسه. تمام، انت كده بتسخن بس. فالمانيا هنا مجرد لسه اول خطوه. فالمانيا بصراحه يعني ما تتحطش مع امريكا ولا حتى مثلا الامارات. يعني انا لما بقول الخليج انا قصدي الامارات او دبي. تمام، ما بتكلمش على اي حاجه تانيه. فالمانيا ما تتحطش مقارنه مع امريكا او دبي تماما، لا حتى في المستوى المعيشي ولا في الفلوس. ممكن المستوى المعيشي حد يقول لك امريكا مثلا التامين الصحي بتاعها، بس انت باشا انت بتعمل في امريكا 3 اضعاف اللي بتعمله هنا في قلب المانيا. فيعني صدقني يعني مش التامين الصحي هو ده اللي فرق يعني. تمام. وفي دبي طبعا مفيش فيها ضرايب، فده حوار تاني. فالمقارنه هنا ما بين امريكا ودبي. طبعا انا ممكن استفيض في المقارنه بتخلف جدا. ممكن الموضوع فعلا ياخد مني ساعه، لان انا كنت بفكر في الموضوع ده برضو كتير جدا يعني، وعملت عليه سيرش لحد ما انا شبعت، وقريت عنه برضو لحد ما انا شبعت يعني. طبعا عارف ناس في امريكا، عارف ناس في دبي، اتصلت بده اتصلت بدوت. فالموضوع هيطول، لكن الخلاصه ده على حسب انت عايز ايه. تمام. يعني انا شايف لو انت بس هندسه برمجيات هتشتغل في الشغلانه عادي امريكا. تمام. لكن انا مثلا لو واحد مثلا بتاع بيزنس او غيره، انا عندي دبي طبعا رقم واحد، لان فكره ان يبقى زيرو ضرايب، وفكره ان دبي بيخلصوا لك الورق بتاع اي شركه في السريع، وفكره الانفراستراكشر يعني البنيه التحتيه بتاعت دبي طبعا لا يعلى عليها. المانيا هنا كل انك تفتح فيها شركه دوت يعني، ده حلم تقريبا يعني، حلم وردي يعني، مش هتعرف تعمله، بس يعني قشطه يعني. فالموضوع هيطول، الموضوع هيطول لو انا اتكلمت فيه، لكن ده على حسب كل شخص. السؤال اللي بعديه من منى بتقول انا عايده ثالثه ثانوي السنه دي، هل ده هيأثر على قبول في الجامعه هناك علشان خايفه؟ انا برضو عايده ثالثه ثانوي. انا اول سنه ما دخلتش ولا امتحان لظروف ما. ف والسنه اللي بعديها دخلت كل الامتحانات بتاعتي في ثالثه ثانوي. فانا برضو يعني واحد واخد الثانويه على سنتين يعني، والحمد لله يعني، الحمد لله يعني. فاللي هو ما تقلقيش بس شدي حيلك في الثانويه وركزي فيها، وان شاء الله خير يعني. لكن الموضوع لا هيأثر ولا اي حاجه، لان مثل حي اهو. السؤال بعدين من نور الدين بيقول هل ينفع ان اشتغل في السنه التحضيريه؟ ينفع، لكن فتره الاجازات بس، مش طول السنه. انما لو انت طالب في جامعه تشتغل طول السنه عادي جدا. السؤال اللي بعديه من عمر صابر بيقول طب ايه هي مصاريف الطالب اليومي والشغل، ايه ممكن يكون احسن حل للسفر؟ وانا شايف ان في 4 اسئله في بعض. تمام. خلينا نشوف المصاريف الاول. انا كنت نزلت فيديو عن المصاريف، هترجع للفيديو دوت. طبعا الفيديو قديم، انا عارف ان المصاريف عليت. اضرب الرقم ده في 20% وزود الرقم ده على الرقم اللي انا حطيته في الفيديو. يعني لو طبعا عشان انت يعني الارقام تبقى سهله، لو انت مصاريفك مثلا 1000 يورو فهي دلوقتي حالا 1200. لو كانت قصدي يعني 1000 يورو فهي مثلا 1200. فلو 800 حوالي 960. تمام. طبعا يعني الموضوع رفع هنا بنسبه 20% يعني، ومش كله 20%، لكن 20% دوت ابروكسيمتلي. تمام. اللي بعديه ابراهيم عبد الله بيقول بعيد عن الاسئله الحمد لله على السلامه الاول. حبيبي يا هيما تسلم، ربنا يخليك. السؤال اللي بعديه من سيد بيقول ممكن اقدم بنص حساب بنك وهتمشي ولا ايه؟ لا ما ينفعش. المانيا بتقول لك انا عايزه حاجه يعني هي عايزه حاجه، انت مش بتفاوض معاها. السؤال اللي بعديه من اونلي نور بيقول اجمد حد على اليوتيوب يقدم نصايح السفر الالماني، بصراحه الفيديو بيبقى مليان تفاصيل مفيده، استمر حبيبي يا نور ربنا يخليك. لكن طبعا انا بحاول ان انا اخلي فيديوهات قصيره، لكن اصلا بفكر اصلا اقلب الموضوع بودكاست يعني. فقولوا لي رايكم لو حد مهتم ان انا اقلب الموضوع بودكاست في ساعه ساعه ونص سوا يعني، انا ما عنديش مشاكل يعني، حاجه في الاسبوع كده يعني تتسلوا بيها مثلا يوم الجمعه او السبت او غيره يعني. برضو من نور بيقول ايه نظام دراسه طب الاسنان في المانيا، وايه افضل جامعات لدراسه القسم دوت؟
بص، هو طب موال وموال تمام، لكن سكته مختلفة خالص عن أي حاجة أنا اتكلمت فيها، لأن بيبقى فيها امتحان قدرات وبيبقى فيها حاجات تانية، زائد إن بيبقى فيها فلوينسي في اللغة. يعني أنت مثلا لو أي جامعة مثلا بتطلب مثلا مستوى اللغة B1 B2، طب C1 تمام. تسمع متأخر إن هما بياخدوا التست أس اللي هو بتاع القدرات وغيره. غير طبعا ان انت لازم مجموعك في الثانويه العامه يبقى جايب طب. يعني انت ما ينفعش تبقى جايب مثلا 55% 60 70 80 وتقول مثلا عايز ادرس طب في المانيا، ما ينفعش. لازم تكون جايب طب في الثانويه العامه علشان خاطر تعرف تيجي تدرس طب هنا، لانها بيتعمل لها معادله. السؤال اللي بعديه من الزعيم بيقول لو معايا USDT على باينانس ينفع باي طريقه احولها ليورو في حسابي البنكي وانا في مصر؟ ينفع. لسه مجرب انا الموضوع دوت من شويه تمام. بص يا معلم، هتروح على باينانس، هتاخد اليو اس دي تي بتاعك وهتدخل على كونفيرت وهتقلب اليو اس دي تي ليورو تمام. وبعد ما تقلبه اليورو هيبقى كده معاك يورو في الباينانس بتاعك. هو ده كده خلاص كده يورو تمام. انا ما جربتش في مصر، لكن انا جربت في المانيا هنا. اليورو دوت هتدخل هتحط تفاصيل حسابك البنكي، او مش تفاصيل حسابك البنكي، تفاصيل الفيزا بتاعتك اللي هو يعني الديبت كارد بتاعتك. وبعد كده بتحول اليورو دوت، بعد كده اليورو بينزل لك على حسابك البنكي ده هنا في المانيا. في مصر ممكن الموضوع يبقى نفسه، ممكن لا، انا ما اعرفش. انت ممكن تجرب في حاجه بسيطه، ممكن تجرب مثلا في 50 يورو وتشوف الموضوع هيبقى سالك ولا لا. لكن اللي انا يعني اكيد يعني لو الموضوع هيمشي لازم الموضوع ده يبقى موجود، لازم يبقى انت معاك حساب يورو اصلا في مصر تمام. لو هو مستحيل يبقى معاك مثلا حساب جنيه في مصر وتحول يورو وينزل لك يورو. ما شفتهاش بتحصل ديت، دي حاجه بديهيه. لو حد قال لا مثلا في مثلا ممكن تفتح لك حساب تلقائي على طول يورو، طب وانت بتخاطر ليه؟ طب ما تروح البنك وتكلمه وتفتح حساب يورو على طول يعني. ما ليه النقاش تمام؟ عشان انا عارف إن في حد هيتناقش في الموضوع دوت، ديت السكه تمام. لو ما فهمتش الموضوع ارجع 10 ثواني تاني وكرره. لو ما فهمتش برضو تقدر تكتب لي في كومنت تحت اشرح لك الموضوع بالتفصيل يعني. السؤال اللي بعديه من عبد الله احمد بيقول هو ايه نظام الشغل في المصانع؟ سمعت مش بتطلب خبره او لغه او مؤهل، ممكن تفاصيل؟ بتتكلم انك تيجي على شغل هنا ولا بتتكلم على انك طالب؟ لانك لو تيجي على شغل هنا مفيش حد بيجي هنا على شغل مصنع تمام. اللي بيجيبوهم هنا بيجيبوهم عمالة ماهرة بسبب ان في نقص في حاجة معينة. يعني لو في مثلا نقص في المبرمجين، فمثلا بيجيبوا المبرمجين من بره يقعدوا هنا في ألمانيا، طبعا يعني بيشتغلوا ويستقروا ويعملوا لهم الإقامة بتاعتهم وغيره. انما حد يجي هنا على شغل مصنع وكده مش بتحصل، عشان نبقى متفقين. بالنسبة للطلبة او بالنسبة للحياة عموما، لو انت تتكلم بالنسبة للحياة في ألمانيا عموما، فزي ما انا قلت في 3 طرق عشان تشتغل بيهم تمام، او تعمل فلوس بيهم عموما. في يا اما جسمك، يا اما عقلك، يا اما لسانك او اللغه بتاعتك تمام. جسمك طبعا زي ما انت شايف كده شغل المصنع تمام. انت مش هتتكلم، مش محتاج انك تتكلم او تتفاهم مع حد، مع ان طبعا ممكن برضو يطلبوا الماني شويه علشان خاطر تبقى سلس في الشغل معاهم، او هم عشان لما يعرفوك تعمل ايه تعمله تمام. لكن عموما حتى يعني لو طلبوا مستوى عالي قدم برضو فاكس يعني تمام، عشان على الاغلب مش هتحتاج انك تتكلم يعني لو تشتغل الشغل دوت. انا مجرب وعارف. في طبعا انك تستخدم مخك زي الحاجات بتاعت السكيلز تمام، برمجه او غيره، او زي ما انا قلت في اول فيديو اكسل شيت غيره. او في انك تستخدم لسانك برضو، انك لغه، مبيعات، محاسب في بنك، كل الكلام دوت. فدول ال3 طرق انك تشتغل بيهم وتعمل فيهم فلوس. وكل ما الموضوع صعب كل ما تعمل فلوس اكتر، كل ما الموضوع سهل كل ما كانت الفلوس اقل يعني. كل الناس يقدروا ينزلوا يشتغلوا بجسمهم يعني، خلينا ما نقولش كل الناس، 99% من الناس يقدروا ينزلوا يشتغلوا بجسمهم. فطبيعي جدا ان اللي عامل في المصنع هيعمل 12 يورو ونص في الساعه. طبيعي جدا ان اللي في البنك هيعمل 27 يورو في الساعه. طبيعي، ما هو ده غير ده طبعا يعني. دوت اصعب من دوت حاجه متوفره عن كل الناس، دوت حاجه مش متوفره غير في كذا حد بس معين. فانا اديتك المبدأ بتاع الشغل هنا في البلد، او مبدأ يعني الشغل في الحياه عموما يعني. السؤال اللي بعديه من آلاء بتقول ممكن تبقى تعمل فيديو عن احسن مدينة او ولاية للدراسة، لان في مدن كتير مش عارفة انه احسن. احنا مش بنختار المدينة اللي بندرس فيها، انت بتقدمي على كل الجامعات المتاحة ليكي تمام. ولو مثلا طلع لك مثلا او جالك مثلا قبول مثلا من وليكن 4 جامعات 5، بتبدأي تشوفي المدن بتاعت الجامعات ديت وتقارني بينهم، وبتشوفي ايه هي احسن جامعه فيهم وايه هي احسن مدينه. احسن جامعه من حيث الاسم، وعلى الاغلب طبعا لو جامعه يعني اسمها بيبقى قوي فهي على الاغلب في مدينه كبيره يعني. ما فيش جامعه بيبقى اسمها قوي في مدينه صغيره، ده ما بيحصلش. لان مثلا اخن، ميونخ، برلين، كل الكلام دوت، فرانكفورت، كل الجامعات دي قويه جدا، فطبعا في مدن كبيره جدا 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 يعني. فبتقدمي على الجامعات الاول، بيجي لك كذا قبول ان شاء الله، بعد كده بتختاري ايه هي احسن جامعه فيهم او ايه هي احسن مدينه فيهم. انما احنا مش بنختار المدينه بعد كده نقدم على الجامعه.
السؤال اللي بعديه من محمد هشام بيقول ايه نصيحتك لواحد في ثالثه ثانوي، ايه الخطوات اللي يبدا فيها اول ما يخلص والمهارات اللي يبتدي يتعلمها؟ مهارات انا اتكلمت فيه. تالتة ثانوي تركز في السنة، تشد حيلك. مجموع الثانوية العامة، أنا عارف إن مفيش هنا حاجة بتقول إن أنت لازم تجيب مجموع ده علشان تقدم، لكن بيفرق بيفرق تمام، لأن هو المجموع الثانوية العامة بيتقلب للجي بي إيه هنا تمام، طبعا بعد ما تعمل له معادلة، فبيفرق في القبول بيفرق، بالذات لو انت هتقدم على حاجه ريستريكتد يعني حاجه مثلا لو 1000 واحد بيقدموا معروفه ان في 50 مقعد هياخدوا 50 من ال 1000 دوت. طبعا يعني بديهي جدا يعني ازاي هيصفوا ال 1000 برايك؟ هيصفوهم ازاي؟ مع المجموع طبعا، اكيد مش هيصفوهم بالحلاوه، فاهم؟ ف شد حيلك في الثانويه. لو انت الماني في الثانويه ذاكر زياده، لو مش الماني لو عندك وقت ذاكر الماني. السؤال اللي بعديه من حاتم عشماوي بيقول الازمه الموجوده حاليا مؤثره على الناس في المانيا بشكل كبير ولا عادي، خصوصا ليك كطالب؟ هو طبعا المصاريف هنا عليت، يعني مش هنكر تمام، و... وعليت كمان بطريقه مش لطيفه، وانت طبعا كطالب اقل فئه في المجتمع واقل فئه بتعمل فلوس، فده يعني بيلمسك جامد، يعني بيأثر فيك جامد، عشان بس ما ننكرش يعني او ما نجملش الموضوع. طبعا في حد هيقول ايوه ما المرتبات برضه عليت، برضه يعني ما كفتش الانفليشن ريت، يعني لو الانفليشن ريت مثلا 20%، المعدل التضخم 20%، فلازم المرتبات تزيد 20%، طبعا المرتبات ما زادتش 20%، فطبعا الموضوع يفرق يعني. السؤال اللي بعديه برضو من حاتم عشوائي بيقول ناوي اسافر اعمل ماستر السنه الجايه، انا في اخر ترم وخايف من المخاطره لان مع فرق العمله المبلغ بقى كبير جدا. خلاص بدل ما انت خايف خليك في مصر، يعني ما تزعلش مني، بس اللي هو يعني ما الحياه كلها مخاطره. انت فاهمني؟ انت مجرد بس لما تنزل من البيت رايح الجامعه وبتمشي في الشارع ده مخاطره، فالحياه كلها مخاطره يعني يا حاتم، بس انت بتختار مخاطره على مخاطره يعني تمام. فانا مش هقنعك بحاجه، في الاول وفي الاخر انت عندك كل حاجه قدامك على النت ما سابش حاجه قدامك الا وتقدر تجيبها او تعرفها. دور اكتر ويعني استخير ربنا وشوف لو الموضوع كويس بالنسبه لك او لا. السؤال اللي بعديه من الاء بتقول ممكن برضو تبقى تعمل سلسله عن البيزنس اللي كان في الفلوج النهارده؟ ان شاء الله، ما دي حاجه عندي على الليسته وان شاء الله هبتدي فيها ويبقى الموضوع جامد جدا وبالتفصيل جدا كمان. وازاي قدمت واتقبلت في جامعه وانت ما كانش معاك الماني؟ لان انا جاي هنا انجليزي، فلو جاي هنا انجليزي انا محتاج الماني ليه؟ انا مش محتاج الماني. بس عموما يعني انت محتاج الماني هنا او انت محتاجه الماني هنا علشان خاطر تعيشي وتتعايشي في المجتمع، يعني الالماني هنا دوت ده فرض، مش انت مش بتوجب. السؤال اللي بعديه من معروف بيقول نصيحه عشان اجيب فلوس السفر. هو انا كنت حطيت القصه بتاعتي تمام مع فلوس السفر، ممكن تدخل، ممكن يجي لك فكره، ممكن تاخد عبره، لكن برضو نصيحه يعني انزل اشتغل. وانا عارف ان الموضوع كبير جدا، وهتقولي مثلا لو انا هنزل اشتغل مثلا في مصر ب 2000 جنيه في الشهر مش هعرف اجمع الفلوس، انا فاهم، بس انت لما تنزل تشتغل هتفهم قصدي ايه. يعني انزل اشتغل، لكن وانت نازل تشتغل فتح عينك تمام، فتح عينك في المكان اللي انت شغال فيه، شوف لو في مشكله او لو في فرصه او غيره، او تتعرف على حد هيبتدي حاجه تدخل معاه شراكه، يعني انزل اشتغل صدقني. يعني انت بس مجرد ما تقفل باب البيت وراك وتنزل تسعى الموضوع بيتحل. تاني حاجة، تابعني وإن شاء الله يعني يعني هتكلم في الحاجات دي باستفاضة يعني، ممكن تستفيد أو ممكن يجي لك فكرة أو حاجة وتبدأ تطبقها. بعدين من عمرو أحمد بيقول هل أنت شايف إني أستلف وأجيب كمبيوتر أتعلم عليه برمجة أو إلخ، ولا أفضل أخليني شغال ب100 جنيه يوميا، بعرف إنجليزي كويس؟ وتكملة السؤال بتاعه بيقول أنا عاوز آخد الريسك وأجيب كمبيوتر يا دوبك أشتغل 15 أو 20 يوم وأدفع قسط وأتعلم في وقت الفراغ أفضل لي. بصراحة يعني يا عمرو شابوه جدا 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 تمام، يعني انا بحب الناس اللي زي كده اللي هو بيشتغل شغلانة عادية تمام بمبلغ عبيط او تافه، لكن بياخد الفلوس بتاعت الشغل ديت، مش مثلا يروح يخرج بيها بقى مثلا على القهوة، لا، عنده استعداد ان هو ياخدها ويعيد استثمارها تاني في حاجة، والحاجة دي ليها بوتنشال ان هي تجيب له فلوس اكتر. فبص مبدئيا يعني شابوه جدا، دماغك صح، دماغك جامده جدا جدا، وهي دي الدماغ الصح، هي دي الدماغ اللي انا بشوفها بتبقى شغاله وبتفلح او يعني او بتعمل حاجه بجد تمام. لكن بقى بص يا معلم، خلينا نتكلم على سؤالك بالتفصيل. توكل على الله وخد الريسك، لان الحياه عموما ريسك، ولو ما خدتش اي ريسك مش هتعرف توصل لاي حاجه، ومش هتعرف توصل لاي مكان، ومش هتعرف تعمل اي حاجه لو ما خدتش ريسك. لازم تاخد الريسك، كل ما الريسك بيبقى اكبر كل ما ليك احتماليه طبعا انك توصل لمكان اعلى، وبرضه ليك احتماليه انك تخسر كل حاجه، عشان برضه نبقى متفقين. انا شايف انك ما تقللش عدد ايام الشغل بتاعتك، اعمل الاثنين،
فاهمني؟ يعني انت خلصت الشغل حتى لو شغال يعني لا مؤاخذه زي البهيمه 12 ساعه، فاهمني؟ وراجع من البيت مش قادر، صدقني برضو ممكن تفتح الكمبيوتر بتاعك وممكن تتعلم برضو، تمام؟ لو انت في دماغك انك عايز تعمل حاجه هتعملها. والحياه كلها اولويات. اللي بيقول ان انا مثلا ما عنديش وقت لحاجه يعني ده اتفه عذر انا بشوفه في حياتي، اللي بيقول انا ما عنديش وقت. انت ما عندكش اولويه او انت مش حاططها اولويه، بس كده مش اكتر، تمام؟ لكن ما تقللش عدد ايام، توكل على الله وخد الريسك، خد المخاطره. طبعا يعني الموضوع كله مسؤوليتك، لكن عموما فكره كويسه. انزل اشتغل، خلص اليوميه بتاعتك، روح البيت، افتح الكمبيوتر بتاعتك كوبايه القهوه وابتدي اتعلم. لو الموضوع لقيت ان انت مثلا الوقت بدأ بقى يزنق، وبقيت فعلا مثلا جربت شهر 2 ولقيت ان فعلا الموضوع مش ماشي معاك، ابتدي قلل ايام الشغل، تمام؟ ممكن تنزل فعلا مثلا 20 يوم ودوت مثلا اللي هو تلت الشهر، تلتين الشهر قصدي، و10 ايام دول تتعلم فيهم. لكن تتعلم فيهم اكنك شغال حرفيا. يعني انت لو بتنزل تشتغل 12 ساعه هتقعد برضه على الكمبيوتر تتعلم 12 ساعه، مش تقعد مثلا ساعه او اتنين مثلا وتاخد بقيه اليوم على السرير، فاهم؟ عشان بس نبقى متفقين. السؤال اللي بعديه من حسب الله بيقول مجموع كام يخليني ادرس هندسه في المانيا، وهل المصاريف بتختلف على حسب الكليه؟ لو جامعه حكوميه زي برضو هنا كده، المصاريف كلها بتبقى متقاربه من بعض، اللي هو من اول 251 يورو في السمستر لحد اعلى حاجه شفتها تقريبا كان 500 تقريبا، بس اللي هو ما شفتش غير جامعه واحده اللي 500 ومش فاكرها كمان يعني، تمام؟ انا بالنسبه لي بدفع للجامعه 361 او 366 يورو في السمستر الواحد. مجموع كام يخليك تدرس هندسه في المانيا؟ هو المجموع اللي برضه بيخليك تدرس هندسه في مصر. انت لو عايز تدرس هندسه في المانيا يبقى انت احسن لك انك تكون جايب مجموع هندسه في مصر وحكومي مش خاص، لو عايز تزود فرص قبولك، تمام؟ لو معهد. اللي بعديه كيمو محمد بيقول اولا احلى جندي، حبيبي يا كيمو ربنا يخليك. بيقول ثانيا باذن الله لو جيت المانيا هزعجك. على قلبي زي العسل يا كيمو، يعني تعالى انت بس مالكش دعوه. عبد الرحمن بيقول عاوزين شرح الفوركس وسوق الاسهم ازاي نحل ونتداول والتفاصيل ديت. ان شاء الله هيبقى في كذا فيديو عن الموضوع دوت، لكن انا مش هشرح لك واقول لك بناء على اللي انا قلته روح اتداول، لكن انا هفيدك عن طريق ان انا هديك السورسات بتاع كل حاجه اللي انا استخدمتها، كل الموارد اللي انا استخدمتها في ان انا اتعلم هديها لك باستفاضه واقول لك تعمل ايه بالظبط، فاهمني؟ لكن انا مش هبقى مسؤول ان انا اقول لك مثلا استخدم مثلا الاستراتيجي ديت، او استخدم مثلا الانديكيتور ده، او مش عارف الار اس اي مع الماك دي وتدخل في النقطه دي تخرج في النقطه. انا مش عارف اقول كده لان انا يعني دي مسؤوليه كبيره جدا لما تيجي تخسر يعني او تكسب. قول برضو بعديها عبد الرحمن اعتقد ان الشغل في العملات الرقميه حرام، وده المتداول، وده استنادا لانها عمله غير ملموسه باليد. طب انا ممكن اقول نفس الموضوع اللي انت قلته في الاسهم. طب ممكن اقول لك الاسهم دي حاجه غير متداوله في اليد. يعني برو احنا عايشين يعني في عالم ديجيتال رقمي يعني، فالموضوع اختلف تماما تماما عن الموضوع دوت، فاهمني؟ ما اعتقدش ان هي فاليد. تاني حاجه برضو انت قلت ان انت حرمت حاجه واديت حرمانيه لحاجه من غير ما تحط مصدر، ودي حاجه مش صح. المفروض مثلا لما تقول ان الحاجه دي حلال او حرام تحط مصدر. يعني انا مش عارف اقول لك ان العملات الرقميه حلال لان انا ما عنديش مصدر، تمام؟ لكن انت بتقول ان هي حرام مثلا من غير ما تحط مصدر، فده برضو ما اقدرش ان انا اجزم يعني، تمام؟ ممكن نتكلم في الموضوع دوت ساعتين. برضو عبد الرحمن انت ما شاء الله يا عبدو يعني عليك، يعني ما شاء الله انت واخد نص الفيديو بس اللي هو قشطه يعني حبيبي. بيقول اسعار السكن الجديده. انا بالنسبه لي انا كنت بدفع في السكن 300 يورو، زودوه 40 يورو فدلوقتي حالا 340. ده بالنسبه للسكن الجامعي اللي هو المفروض يبقى ارخص حاجه تماما يعني، فما بالك السكن اللي بره. طبعا يعني السكن اللي بره كله رفع مثلا 100 وبتاع، فاهم؟ يعني في حدود ال 100 يعني، مش هقول 100 وبتاع. ده برضو لو انت فيجي اللي هو اوضه في شقه مشتركه، مش شقه لوحدك. لو شقه لوحدك ده بيبقى موضوع تاني، لان بيبقى عندك فواتير غاز وكهرباء وميه وكل الكلام دوت. الحاجات دي طبعا كلها رفعت هنا جدا، بالذات الجاز يعني والتدفئه. عبد الرحمن وليد بيقول البيزنس في المانيا. فين السؤال؟ انا عايز سؤال بالظبط، فاهمني؟ بس اللي هو يعني مش عارف، اللي هو تابعني وان شاء الله يعني ممكن اجاوب على سؤال في دماغك يعني ان شاء الله في المستقبل، فاهمني؟ بيقول هل فعلا زي ما بنسمع انكم في المانيا مفيش زيت ولا اكل والاكل محدود لكل انا مش هرد على السؤال ده. على العموم يعني يا شباب انا شايف ان الفيديو طول فاضطر ان انا اقفل، لكن يعني شايف ان في اسئله كتير جدا قدامي، لكن انا برضو للاسف مش هعرف ارد على كل الاسئله كالعاده. فانا مش عارف اصلا انا رديت على كام سؤال، هبقى اعدهم في الفيديو. شايف ان ده ممكن يبقى اخر فيديو كيو ان اي، مش عارف اعمل فيديوهات تانية زي كده لان الاسئله بتبقى كتير جدا وانا ببقى عايز ارد على كل سؤال حرفيا، لان يعني شايف ان هو حرام ان انا ارد على واحد واسيب التاني او غيره.
شايف ان في كمان اسئله مهمه فيها استفاضه جدا انا مش عارف اشرحها في فيديو واحد. فيا اما احنا نعمل بودكاست، تمام، بودكاست في مره في الاسبوع ساعه ونص، يعني مثلا، يعني على حسب، مثلا البودكاست زي ما انتم عارفين بيبقى مفتوح مثلا من اول 40 دقيقه وانت طالع. ومعاه مثلا برضو يوم الجمعه لايف، او ان انا اطلع ارد على الاسئله ديت في ستوريز فيديو. فقولوا لي رايكم، انا ممكن انزل ستوري اخد فيها يعني الراي بتاعكم، وراي الاغلبيه هو اللي هيمشي طبعا. لو انت مش متابعني على الانستجرام تابعني تحت، هتلاقي لينك في الديسكربشن. لو عندك اي سؤال ادخل ابعت فولو، ادخل على المسجز ابعت لي اسال، ان شاء الله ارد عليك. ولحد فيديو تاني، السلام عليكم.